الإمام السجاد عليه السلام يعطي احتمالات، يقول هاي إذا أنا قمت للصلاة بين يديك ألقيت علي نعاسا يا إلهي، وأنا ناجيتك فسلبتني مناجاتك. هاي إلها أسباب لو ما لها أسباب؟ طبعا إلها أسباب. الإمام السجاد سلام الله عليه يذكر لنا احتمالات لهذه الأسباب. شو يقول؟ اسمع شو يقول. سيدي لعلك عن بابك طردتني، هذا الاحتمال الأول، أنه أنا قاعد أنعس بالصلاة وتسلب مني لذيذ المناجات، يجوز أنت طاردني. لعلك عن بابك طردتني وعن خدمتك نحيتني، أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني، دفعتني. أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني، قليتني كرهتني يعني. أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني. طبعا الكاذبين شنو؟ مرة أنت تكذب على البشر، ومرة تكذب على الله سبحانه وتعالى. على البشر واضح انه تنقل فد حكي ما موجود، ما له واقع، هو هذا كذا. على الله سبحانه وتعالى ايضا تتكلم مع الله بكلام وهو انت مو قدها، مثل ما يقولون. مثلا يوميه تقول لله سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين، فياتيك الجواب من الملك يقول لك كذبت ولأمت، بل أنت تعبد هواك وتستعين بغير مولاك. كذب لا تكذب، لا تقول إياك نعبد وإياك نستعين. أنت تعبد هواك، وين تعبد الله سبحانه وتعالى؟ وين شايف الله؟ تدل الله أنت. وتستعين بغير مولاك، تستعين بالشرطي وتستعين بالضابط وتستعين بالأموال وتستعين بأي شيء من هذا القبيل، أما بالله سبحانه وتعالى لا تستعين. فبالنتيجة ايش راح يصير؟ يقال لك كذبت ولأمت. نفس الحالة شو تقول؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، فيقال لك كذبت ولأمت. أنت لا موجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض، أنت قاعد تعمل حتى يقال عنك متدين أو خير خوش آدمي كذا. هذا اللي قاعد تسويه أنت، مرائي. وأنت مشرك لأنه أنت مخلي العباد مع المعبود، شرك الخفي يعني. فأنت قاعد تكذب على الله سبحانه وتعالى. شوف بعض الأدعية مثلا عن المعصومين عليهم السلام، أنا ما أقرأها بصراحة يعني، من أوصلها أطفرها هاي العبارات. شو يقول؟ يقول اللهم إني أخلصت بانقطاعي إليك وأقبلت بكلي عليك. أنا أقدر أحكيها، هسه الإمام السجاد بها باب وجواب يحكيها. أما أنا مثلي وأمثالي من المتدنين الحقراء، هل يستطيع أن يقول إنني أخلصت بانقطاعي إليك وأقبلت بكلي عليك وأنا ميت حسبه براسي؟ طبعا ما أقدر أحكي هاي. إذا حكيتها معناه قاعد تكذب على الله سبحانه وتعالى. يقول الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. فأكو ناس تكذب على الله سبحانه وتعالى، والكذب على الله أنه أنت تحكي ويا الله حكايه وانت مو قدها ولا مسويها. تلاحظ شلون؟ المهم، فالامام عليه السلام يقول او لعلك وجدتني. هاي الاحتمالات احنا قاعد هسه حتى ما يشت الموضوع عنك، الاحتمالات اللي قاعد نسولفها احنا ايش قاعد نقول؟ قاعد نقول بانه لماذا يا الهي القيت علي نعاسا اذا انا صليت، وسلبتني مناجاتك اذا انا ناجيت. الامام يعطينا احتمالات، يقول قد يكون واحدة من ذن الاحتمالات أنت عندك، فروح عالجها حتى الله سبحانه وتعالى يستقبلك ويسمع صوتك لو جاز التعبير. شوف شو يقول؟ أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني، أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني. هو مو يقول
ألا بالشكر تدوم النعم. مو يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. أنت ما قاعد تشكر الله سبحانه وتعالى، مطيك نعمة يعني الصحة والعافية والجسم الكامل السليم، ومطيك رزق مادي، ومطيك رزق معنوي، ومخليك إنسان شيعي، ومخليك متدين، ومخليك خير، ومخليك تزور الحسين سلام الله عليه، وزور المعصوم من هاي. مو نعم؟ كلها نعم هاي تحتاج إلى شكر من عندك لله سبحانه وتعالى. فإذا أردت الزيادة عليك بالشكر، ألا بالشكر تدوم النعم. زين. فالإمام عليه السلام يقول أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. أيها القوم الغافلون الزاجرون في مختلف أشكال الغي والنفاق، إنكم تعلمون أن الله موجود وهو الرقيب والحسيب، وأن باب التوبة مفتوحة ما دامت الحياة، وأن الإسلام حق، وأن طاعته واجبة، وأن الموت لاحقكم على كل حال، وأن جهنم وراءكم على كل حال. فارحموا أجسادكم من النار.